بعد ما عدى 20 حلقة من مسلسل ميد ترم، تعالى اقول لك، هل المسلسل لسه مكمل على نفس المستوى ولا وقع وخيش وما كملتوش؟ صراحة انا المسلسل ده ساحلني جدا يا جماعة. انا وصلت الحلقة ال 20 وبجد مستمتع قوي. انا بس في حاجة قلقاني، انا بعد ما شفت الحلقة ال 20 حاسس ان الخطوط ممكن تتقفل في الحلقة الجاية، الخطوط كلها حرفيا. فما اعرفش العشر حلقات اللي لسه باقيين المفروض هيعملوا فيها ايه، بس انا بصراحة معاهم ومكمل لحد الحلقة الأخيرة. التمثيل في المسلسل ده رائع، عايز اشيد بتلاتة، اولهم زياد زازا. زازا اون فاير في المسلسل ده يا جماعه، الواد جامد قوي. وعايز برضو اشيد بامنيه باهي اللي بتعمل دور هنا، ممثله بجد قويه جدا وعامله دورها على اكمل وجه. وعاجبني قوي بقى يوسف رأفت في شخصيه ادهم. انا اول مره احب دور يوسف رأفت بصراحه. يوسف رأفت ظبط الدور قوي، انفعالات ورياكشنات ولحظات انكسار، عامل كل حاجه 10 على 10 لحد دلوقتي. المسلسل ساحلني، المسلسل شددني. في كام نظريات بتطلع عليه، انا شايف ان حوار النظريات ده ملوش اي 60 لازمه، بس تمام يعني. احلى حاجه في المسلسل ان الشخصيات فيه كتير، فمليان خطوط، فمليان احداث. رغم ان احنا وصلنا للحلقه ال 20 انا مش حاسس ان انا زهقان منه. ولو انت متابع مسلسل ميد ترم اكتب رايك تحت في الكومنتس، واعمل لايك وفولو وشير وبس كده.